أكثر من 500 شهيد بغزة هلأ، ومئات الجرحى والمفقودين نتيجة استهداف مشفى المعمداني الأهلي من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي. 500 بني آدم، 500 روح ماتوا بهذا المشفى، والعدد مرشح للزيادة مع الأسف، لأنه في كثير من المصابين بحالة خطرة وفي كثير من المفقودين. اللي تم استهدافه مشفى في كثير من المرضى السابقين، في كثير من المصابين السابقين، في كثير من الأطفال والنساء كانوا عم يحتموا فيه، لأنه باعتقاد ما بينقصف، بس انقصف مع الأسف. هذا الخبر راح يمر مثل ما مر غيره، راح ننزعج شوي ونفور شوي وبعدين بيمر، وما بتروح غير على الشهداء والجرحى. اللي عم بيصير بغزة تعدى مرحلة الحرب، تعدى مرحلة المجازر، تعدى كل شيء. اللي عم بيصير بغزة هو إبادة جماعية لكل سكان غزة. وقت بينقصف مشفى وبتهددوا مشافي ثانيين بالقصف، هي إبادة جماعية لكل اللي بغزة. إذا هلا ما تحركت مشان غزة أنت رح تتحرك. لو كانوا أولادك ضمن المشفى مقتولين كنت ضليت ساكت؟ إذا هلا ما تحركت أنت رح تتحرك. إذا ما عملت شيء هلا أنت رح تعمل. من إدلب من هون كل التعازي لأهلنا بغزة، دعواتنا وقلوبنا وصلواتنا وغضبنا معكم. يا ريت يطلع بإيدنا شيء لنحاول نخفف عنكم. ربنا يفرج على أهل غزة، يفرج علينا كلياتنا. لا تقول ما بيطلع بإيدك شيء، لا تقول ما بيطلع بإيدك شيء، بيطلع. قوم نزيل على الشارع، اتحرك، اقطع طرقات، انشر على وسائل التواصل الاجتماعي، احتل على الخوارزميات، اعمل اي شيء، بس لا تضل ساكت، لانه اذا ضليت ساكت العار راح يركبك لاخر عمرك. اياك تضل ساكت، اياك يعاتبوك اولادك بيوم من الايام يقولوا لك يا بابا اولاد اطفال مثلنا انقتلوا بغزه وانت ما عملت شيء. شيء كثير مخزي وشيء كثير معيب انه عم نشوف كل هذا الدم عم يصير بغزه ونحن عم نحرقه هون بإدلب. نسينا القصف اللي عم بيصير علينا، نسينا قهرنا ووجعنا وتهجيرنا، وما لنا هم غير اهل غزه. اللي بيطلع بايده شيء لا يقصر. التاريخ عم يسجل، التاريخ عم يسجل. راح يا اما بيسجلك بين اللي نصروا اهل غزه وكانوا من الشرفاء، يا اما راح يلعنك التاريخ وراح تلعنك الاجيال. قوم اتحرك، بيطلع بايدك شيء.